صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة، لأن الأمل في ربنا، وربنا دايما موجود، وربنا فوق الكل. إحنا دلوقتي بقالنا سنين بنلعب ماتش كورة مع القرود والخنازير. أيوة، بنلعب ماتش كورة. الحمد لله، اللي بيفهم في الكورة هيفهم كلامي. إحنا أرقامنا كويسة، بنعمل استحواذ، تسديد على المرمى، بنعمل الاستاتستكس والإحصائيات اللي بتطلع آخر الماتش كويسة أوي. بس كل ده ملوش أي قيمة قدام جون واحد يدخل فيك، وهو ده للأسف اللي بيحصل. القضية معروفة في العالم كله، بننجح في السوشيال ميديا، بننجح في عرض القضية، في تعاطف عالمي من شخصيات مؤثرة ومهمة، لكن في الآخر اللي بيجيب جون الخنازير، اللي بيستخدم القوة العسكرية الخنازير. وطبعا كل الأجوان اللي الخنازير بيجيبوها الفار نايم والحكم نايم، لأن المؤسسات الكبيرة مع الخنازير وشايفة كل الأوفسايدات والفاولات اللي هي بتعملها ومكبرة دماغها. إحنا العرب مش عايزين نفضل نستحوذ بلا فايدة، مش عايزين نعمل إحصائيات ونستحوذ على الاهتمام العالمي والتعاطف العالمي بلا فايدة. لو ما جبتش جون مش هتكسب. بس ما ينفعش مصر لوحدها تبقى هي راس حربة وهي كل اللعيبة اللي في الفريق. لازم العرب كلهم يبقوا لعيبة في الفريق، لازم يبقى عندنا فريق، لأن لو بقى عندنا فريق هنبقى أقوى من فريق الزور والضلال اللي احنا بنلعبه. ما ينفعش مصر لوحدها تبقى راس حربة في فريق فاضي. العرب لازم يبقوا فريق واحد، عشان الجون اللي هنجيبه هو الجون اللي هيخلص الماتش ويقضي على الخنازير. افهموا الكلام ده كويس، أنا مش بتكلم في الكورة، أنا بتكلم في الماتش الحقيقي اللي احنا بنلعبه. مصر ما ينفعش تلعب لوحدها، لازم يبقى فيه فريق قوي، ومصر تبقى هي راس الحرب. صباح السلام.